صباح الخير عليكم يا حلوين. معاكم المدرسة حنين. أنا النهاردة هعلمكم إزاي تشتروا الطلبات من محل الخيوط. هنعمل بيها إيه دي؟ هنشتغل بيها حاجة اسمها فن الكروشيه. طب إيه يا مس هي دي الحاجات دي؟ هقول لكم عليها. أولا عشان أشتغل كروشيه يبقى لازم يكون معايا بكرة خيط قطن 100 جرام. بيبقى مكتوب عليها هنا في التيكت زي ده كده، بيبقى مكتوب عليها شلة قطن 100 جرام ومكتوب عليها اسم الشلة، وهنستخدم إبرة رقم كام. الشلة دي 270 متر، خلاص، اللي هو كده أمتار بتاعة الشلة، وسمكها سميك. وكم جرام؟ 100 جرام. بتاخد إبرة مقاس 4، هي بتبقى مكتوب عليها رقم الإبرة اللي هي زي كده ألمونيوم. يبقى أول حاجة هنجيبها، هنجيب شلة خيط قطن مكتوب عليها 100 جرام ومكتوب عليها رقم الإبرة بتاعتها رقم 4، لازم تكون رقم 4. طيب ادي أول حاجة. تاني حاجة هيكون معايا الإبر بتاعتنا. الإبر دي هنستخدمها بعد ما نخلص القطعة بتاعتنا ونسرج بيها اهي، خلاص كده. طيب لما نشتغل قطعة مربعة أو مدورة بيبقى ليها أول وليها نهاية، يبقى لازم يكون متواجد معايا المارك ده عامل زي الدبوس زي ما انتوا شايفين كده، بيتقفل بالطريقة دي. هتلاقوه فين؟ برضو عند بتاع الخيوط والإبر، اسمه مارك. ده بقى بنستخدمه فين؟ لما يكون معايا بداية ونهاية عشان ما اتلخبطش وانا شغالة، يبقى بحط علامة زي دي، خلاص كده. طيب لازم يكون معايا كمان مقص صغير، خلاص كده. طيب معايا كمان كشكول او كراسة مربعات. ليه الكراسة يا مس حنين؟ علشان اول ما اشتغل في الكورس بتاعنا يبقى معايا ورقة وقلم اكتب فيها الدروس. الجنب اليمين هكتب فيه النظري اللي انا بشرحه، يعني اسم الغرزة ايه، رمزها ايه، بنستخدمها في ايه هنا، خلاص. والقاعدة الأساسية بتاعة الشغل اللي أنا بشتغل ده هنعمله هنا زي بالظبط المدرسة. وهنيجي في الصفحة دي لما نشتغل القطعة بتاعتنا هنقصها بالمقص ونحطها هنا ونلزقها بالسولوتيب. يبقى الدرس عملي هنا والدرس النظري هنا. متفقين يا بنات؟ كده متفقين. يبقى معايا الكراس بتاعي مربعات ومعايا القلم الرصاص، وعشان القلم الرصاص هنستخدمه باستمرار يبقى لازم معايا البراية بتاعته. ودي كلها الأدوات اللي احنا هنطلبها في التطريز اليدوي في أساسيات الكروشيه للأطفال. انتظروني بقى المرة الجاية معانا الدرس الأول. حضروا بقى أدواتكم ويلا بينا.